سلام حبوباتي، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نتوما تشوفوا في هذا لا نوفيل فيديو. نحب نرحب بكل المشتركات جدد، نقول لهم مرحبا بكم، شرفتوني. كيما جامي ننسى حبوباتي اللي شجعوا فيا من اللي بديت نحط اول فيديو، نقول لكم شرفتوني انتوما تاني حبوباتي، نحبكم ونموت عليكم. لان كيما راكم تشوفوا اليوم رايحه نحضروا مع بعضنا وصفة البيتزا. جبتها لكم من عند صنايعي بكمية كبيرة، يعني تقدروا تعتمدوها في دياركم. وجامي لا تزيدوا تقولوا البيتزا ما صلحتناش، ولا البيتزا ما جاتناش مليحة، ولا جاتنا معجنة. هاد الكمية كامل اللي راكم تشوفوا فيها راني خدمتها بكيلو نتاع الفارينة. كيلو تاع الفارينة راني كيلته لكم ومديتكم مقادير يعني مضبوطة. نبداو على بركة الله. أول حاجة راح نحضرها مع بعضنا هي صلصة الطماطم ولا صلصة البيتزا. اللي هنا كيما راكم على بالكم باللي الفصل تاع الشتا تكون فيه الطماطم شوية مش حلوة، يعني ديما تعطينا هذاك المذاق تاع الحموضة. وش رايحين نديرو باش نتخلصوا من هذا المذاق؟ رايحين نحطوا لها حبيبه نتاع سناريه. كوم اللي هنا رايحه ندير كميه كبيره من لاصوص طوماط. شوفوا الحبات السناريه تاعي راني درت حبه كبيره كيما راكم تشوفوا، قطعتها قطع صغيره، حطيتها في المقله، وحكمت الطماطم تاعي غسلتها مليح وليت قسمتها على زوج، وقطعتها قطع صغيره بها بالقشور تاعها. ما تقشروهاش، خليها بقشورها باسكو من بعد الطيب وتتسرحى كامل. شوفوا راني درت كميه لاباس بها يعني وبزاف. ومن بعد ما كملت قصيت هذيك الطماطم كامله، زدت لها 4 سنينات نتاع توم يكونوا شويه كبار وقصيتهم قطع صغيره. ووجدت 2 حبات نتاع البصله كيما راكم تشوفوا. لهنا اللي دير كميه صغيره تحاول تنقص من المكونات، يعني دير غير حبيبه صغيره نتاع البصله، 2 سنينات نتاع الثوم، وحبه صغيره من السناريه كيما راكم تشوفوا فيا ندير. تقطعهم قطع صغيره وتحطهم كامل في مقله تكون شويه محلوله كيما راكم تشوفوا، يعني ما تكونش كيما نقولوا حنايا كاسرونه ملمومه. ومن بعد نزيدو نجيبو، انا جبت لهنا شويه تاع كزبر يعني الدبشه، واللي تحب المعدنوس تحط المعدنوس، واللي يحب الزعتر ولا الاعشاب هذوك المنسمه كل واحد راهو حر. انا نمديت لكم الوصفه الاصليه وانتم الاضافات كل واحد وش يحب يزيد لها. نزيدوا لها شويه ملح، عينكم ميزانكم، لهنا على حساب الكميه. لكن درتي كميه صغيره حطي حاجه قليله، ما تكتريش الملح. من بعد نحطوا المايونيز، لهنا راح يتبدل لكم الذوق، حاولوا ما تكتروش ديما الملح. وزدت شويه فلفل الكحل، وحطيت لها 4 كاس نتاع الزيت. ونغطيوها، نحاولوا نجيبوا الماء ونغطيو هذه كامل الطماطم وهذه المكونات كامل اللي حطيناهم في المقله، يعني نحطوا الماء حتى وين تتغطى جميع المكونات. ومن بعد نحطوها فوق النار، النار تكون قليله، ونغطيوها ونخليوها. شوفوا لهنا نروحوا للعجينه، نغطيو على لاصوص تاعنا ونروحوا نحضروا العجينه مع بعضنا. العجينه واش رايحه ندير لكم؟ رايحه نكيل لكم الكيلو قداه فيه الباطه نتاع لابيل، باسكو الباطه تاع لابيل هي اللي تخليكم تجيبوا الكيل. يعني كاينين بزاف اللي يشريو الفارينه نتاع 10 كيلو ما عندهاش ميزان. رايحه نوريكم. شوفوا الكيلو تاع الفارينه يجيكم 3 بايط تاع لابيل يكونوا معمرين. 3 بايط تاع لابيل. الباطه تاع لابيل هذيك تاع 500 غرام، ماهيش تاع 250 بصح تاع 500 غرام. لأن واش رايحين نديرو؟ 3 بايط تاع فارينه يكونوا معمرين، نديروا حفرة صغيرة ونحطوا الملح، عيننا ميزاننا. شتو في هذوك 3 بايط تاع لابيل ولا الكيلو تاع الفارينة نحطوا كاس زيت، كاس زيت. ونحاولوا ندمجوا هذيك الفارينة مع الزيت مليح بأطراف الأصابع نتاعنا كيما راكم تشوفوا فيا ندير هكا. نحلو غير بشوية الفارينة تاعنا ونحاولوا كامل نمزجوها ونحطوا لها هذاك الزيت كيما راكم تشوفين. نحطوه دفعه واحده ونحاولوا ندمجوا الزيت مع الفارينه. وين يتبسس الفارينه تاعنا كامله كي تتبسس نزيدوا لها مغرفه نتاع الزبده. لهنا الزبده راح تخليها طريه وتجي هشيشه وتجيكم تذوب في الفم. صدقوني بهاد الوصفه جامي لا تقولوا نبدلوها بربي. ان شاء الله اللي تجربها تخلينا كومونتير وتقولنا عجبتها ولا ما عجبتهاش. نحاول نمزج هذيك الفارينه مع الزيت ومع الزبده اللي حطيتها مليح باطراف الاصابع، ومن طون نحاول نتخلص من الحبيبات خاصه الكبيره.
كيما راكم تشوفوا. ولا هنا اللي كثرت بزاف دارت كميه كبيره وباه ما تعييهاش تفوتها في الصيار. لهنا في الصيار تخلصوا من هذوك الحبيبات وتجيكم العجينه تاعكم ليس من بعد. هنا كاينه اسيوس واحد اخرى دوك نعتها لكم هكا ما تعبوش روحكم بزاف وتحلوا هذوك الحبيبات كيما درت انايا. دوك نوري لكم. لهنا من بعد رايحين نكملوا الوصفه تاع العجينه نتاعنا. واش رايحين نحطوا لها؟ شوفوا لكل باطه تاع لابيل رايحين نحطوا لها نص مغرف نتاع خميره تاع تما مش تاع الحلويات تاع الخبز. خميره تاع الخبز نحطوا نص مغرف لكل باطه يعني كامله. واش رايحين نحطوا مادام نخدمنا بثلث بايط يعني كيلو في الكيلو تاع الفرينه رايحين نحطوا مغرفه ونص تكون بومبي تاع خميره تاع الخبز. ونزيدوا لها شكاره تاع الخميره تاع الكاطو. شكاره تاع الخميره تاع الكاطو تاع 8 غرام ولا تاع 10 غرام. وكل باطه رايحين نحطوا لها مغرفه تاع الحليب المجفف ولا الحليب بودره كل واحد وكيفاه. ونزيدوا لها مغرفه نتاع السكر كيما راكم تشوفوا فيا ندير. يعني تلت بايط بتلت مغارف حليب بودره ومغرف ونص خميره تاع الخبز وشكاره خميره كيميائيه مع مغرف سكر. هكا رايحين نتحصلوا على المقادير تاع كيلو فرينه. وهذا الكيلو رايح يطلع لكم من 4 لحتى 5 مولات نتاع البيتزا على حساب لي بلاطو اللي رايحين تستعملوهم. واللي عندها لي بلاطو يكونوا كاري هذيك حاجه اخرى تقسمهم عينها ميزانها. كما راكم تشوفوا لهنا هاد المقادير كامله خلطتها جافه مع الزيت هذيك ومع الزبده. ومن بعد واش راح درت؟ جبت الباطه تاع لابيل حطيت فيها كيله تاع الماء يعني عمرتها هذيك الباطه تاع لابيل بالماء يكون دافي كيما راكم تشوفوا فيا ندير. ونحطها كامل على العجينه تاعي ونلمها. شوفوا لهنا الفرينه كي تعود تاني من النوعيه الجيده راهي تنجح لكم الوصفه اكيد لانه رايحه تشرب هذاك الماء تاعها وتجي منفخه وتطلع لكم وتجيكم بزاف يعني بنينه. لهنا كي لميت العجينه تاعي باش نتخلص من هذيك الحبيبات نحاولوا ندخلوا هذيك العجينه في بعضها يعني ماناش رايحين نعجنوها بزاف جوست ما نتخلصوا من هذوك الحبيبات اللي يديروا لنا بعد ما نطموها مليح بالماء كيما راكم تشوفوا. لهنا شوفوا القوام تاعها يبقى الطري طري يعني مش كي نقولوا سايله لكن يكون طري بزاف. نزيدو ندخلوها في بعضها ومن بعد واش رايحين نديرو؟ نغطيوها ولا نلموها مليح ونغطيوها بكيس بلاستيكي ونخليوها تطلع كيما راكم تشوفوا فيا ندير. ومن بعد نروحوا للصلصه تاعنا لهنا بعد ما طابت لي حسيت قريب نطفي عليها وجدت جاتني الطماطم تاع الوقت هذا كيما راني نقول لكم راهي تكون شويه ناقصه حموره. زدت لها شويه تاع طماطم مصبره على راس المغرف وخلطتها مليح. ولا صوص تاعكم ما لازمش تخليوها تنشف بزاف. شوفوا لازمنا نخليو فيها شويه نتاع الماء كيما راكم تشوفوا فيا. وجبت لاشوار ورحيت هذيك الطماطم كامل حتى وين تحصلت على صلصه. ولكن خطفتكم الطماطم في الطياب وجاتكم شويه ناشفه عادي حطوها في لاشوار وزيدوا لها فنيجل نتاع الماء وخلطوها مليح وخليوها تترحى مليح يعني رايحين تحصلوا على اروع صلصه كيما راكم تشوفوا فيها لهنا. هاد الصلصه تقدروا تستحفظوا بها يعني تقدروا تخليوها تبرد مليح وتحطوها في بلارات تاع السجاج اللي تكونوا غسلتوهم بالماء سخون وقطرتوهم وخليتوهم ينشفوا وحدهم وتحطوها في الثلاجه. ومنين تكونوا رايحين تحضروا البيتزا تجبدوها. لهنا شوفوا العجينه تاعنا راهي طلعت لنا. لهنا كي تطلع العجينه واش رايحين نديرو؟ رايحين نهبطوا لها الطلوع تاعها هذاك جوست ما نبداو نخدموا فيها رايح يهبط الطلوع. شوفوا كيفاه غير تبداو تقيسوها رايح يهبط الطلوع تاعها وتقسموها. اللي عندها 4 سنيوات تقسمها على 4 واللي عندها 5 تقسمها على 5 كل وحده على واش حابه دير. اللي عندها سنيوات صغيرين تقسمها على 6 كل وحده وكيفاه كل وحده فيكم وعينها ميزانها. نديروهم قريصات صغيرين نخليهم يريحوا شويه هكا باش يطوعونا كي نعودو نطلقوا فيها في البلاطو. كل ما تخليوهمش يريحوا رايحه تعبكم شويه في البلاطو سورتو لا كانت الفرينه من النوعيه الجيده. ومن بعد واش نروحوا جبت البلاطوات تاعي. البلاطوات من المستحسن تدهنوهم بالزبده ما تدهنوهمش بالزيت. واللي ما عندهاش الزبده عادي جدا تحاول تحط الزيت وتحط فوقه رشه خفيفه نتاع الفرينه. لهنا انا دهنت البلاطو
وبديت نطرح البلاطو تاعي كبير تاع الكوزينيير تاع 5 كوانن كيما راكم تشوفوا. عندي الحلال اللي يدخل لي في البلاطو كيما راكم تشوفوا فيا ندير. حليت العجينه يعني فاسيلمون، ما عطلتنيش، خليتها ريحت، راهي تطاوع فيا على قد ما نمشيها تمشي عادي كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نجيب لاصوص طوماط تاعي اللي نخليها تبرد تماما باش نستعملها، باش تحطوها وهي سخونه تطلع لكم هذيك العجينه تاعكم تولي تهبط، ومن بعد تولي ما تصلح لكمش البيتزا تاعكم وتقولوا جاتني معجنه وما طلعتليش. لا لا، حطوا كميه مليحه من البيتزا، يعني ما تدهنوش برك من بعد تجيكم يابسه وتقولوا هي جاتني يابسه. لا لا، السر لهنا الطماطم ما لازمش تكون قليله، على قد ما تكون الطماطم قليله على قد ما تيبس لكم كي تعود تطيب العجينه. من المستحسن انكم ديروا كميه مليحه نتاع الطماطم. شوفوا كيفاش رايحه ندير انا، راني نحط غير بشويه، والبلايص اللي جاوني فارغين زدت كملت عمرتهم. ومن بعد زينتها عادي، حطيت فلفل حار وحطيت لها الزيتون، هذه كمرحله اوليه للتزيين. ومن بعد التزيين في الاخر انتما كل وحده وش يتوفر عندها في المنزل. نستعمل زيتون وحار. ومن بعد واش رايحين نديرو باه ما تنفخناش في بلاصه وتطلع لنا في بلاصه، رايحين ننقبوها كامل بالشوكه ولا بالموس ولا بالكوردون، كل وحده واش عندها. حاولوا تثقبوها مليح وتدخلوها للفور. الفور تكونوا سخنتوه مليح قبل، انا نسخنوه مليح ونطلع البلاطو تاعي الفوق خلاص. من بعد كي نحسها طابت نخرجها، نرشها برشه خفيفه تاع الفرماج، ونزيد نردها يدوب هذاك الفرماج واحد 30 ثانيه، ونجبدها. لهنا كي نجبدها نسقيها شويه بالزيت، زيت زيتونه لهنا راهو يلعب دور كبير باش تبقى لكم البيتزا تاعكم طريه وتجيكم كيما تاع برا. ديما ديروا لها رشه تاع زيت زيتونه. وزينتها تزينوها بالشيء اللي عندكم. انا درت شويه نتاع المايونيز، شويه تاع البيض، وشويه نتاع الدبشه. شوفوا من لازم مش تجي طايبه، تجي حمراء بسبت هذيك الزبده اللي تدهنوا بها البلاطو. شوفوا لهنا زي مش تجي نظن الصوره واضحه، ما تجيش معجنه وتجي خفيفة وتجي هايلة وتذوب في الفم. نتمنى تعجبكم الوصفة البنات. ما تنساونيش بالجام قبل ما تخرجوا، ديروا لي جام ولا خليوا لي تعليق مليح هكا باش تشجعوني نقدم الافضل. ولهنا في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم ابقوا على خير وتهلاو في رواحكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد مع بعضنا ان شاء الله.